السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة أول سيشن في العام الدراسي الجديد لأبطال تالتة ابتدائي ومنهج كونكت 3. شغلنا السنة دي وزي كل سنة إن شاء الله من كتاب الباهر. لو حابب إن مفيش حاجة تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا دعمنا بسبسكرايب اشتراك، وما تنساش اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من أبطال تالتة ابتدائي. نبدأ بسم الله. يلا يا بطل افتح معايا كتاب الباهر بيج 22 صفحة 22 يونت 1 الوحدة الأولى ليسن 1 الدرس الأول. وطبعا زي ما انت شايف يا بطل ان الدرس الأول بيتكلم عن adjectives، يعني بيتكلم عن الصفات. هنقرا الصفات وازاي ان احنا هنستخدمها في جملة سهلة وبسيطة جدا. أول صفة معايا sad. قول معايا يا بطل sad حزين. happy سعيد. excited متحمس. excited يعني متحمس. hungry جائع أو جعان. hungry thirsty وما تنساش ان TH بنطق هنا ث sound. thirsty عطشان. angry يعني غضبان شطور. angry tired متعب. hot يعني حران. hot. يلا يا بطل نقراهم من أول تاني. اقرا معايا الصفات. sad حزين. sad حزين. happy سعيد. excited متحمس. excited. hungry جائع. thirsty عطشان. angry يعني غضبان. tired متعب. hot يعني حران. هات يا بطل بيج 23 صفحة 23 من كتاب الباهر. هنلاقي conversation لطيف ولذيذ خالص هيعلمنا ازاي ان احنا نقرا وازاي ان احنا نستخدم الصفات في جملة بدايتها I feel. Number 1 I feel happy today. يبقى الولد ده بيتكلم بيقول أنا feel أشعر happy أنا أشعر بسعادة today اليوم. طب how do you feel؟ في سؤال مهم جدا هو بقى بيسأله لأصحابه. how do you feel هنا؟ how do you feel كيف تشعرين يا هنا؟ يبقى how do you feel ده السؤال اللي أنا بجاوب عليه ب I feel وأحط معايا أي صفة من الصفات اللي في الصورة. how do you feel كيف تشعر. how do you feel هنا كيف تشعرين يا هنا؟ انت شعره بايه؟ هنا ردت عليه قالت له I feel excited.
I أنا feel أشعر excited أنا أشعر بتحمس. Daddy is coming home soon بابا جاي البيت قريبا. How do you feel يوسف؟ طبعا هي بقى تسأل أصحابها how do you feel how do you feel يوسف كيف تشعر يا يوسف. وخد بالك من حاجة صغيرة جدا ومهمة ليك يا سنة تالتة ان قبل يوسف في كاما صغننة اهي. الكاما دي معناها يا طبعا مفيش في الانجليش حاجة اسمها يا فبنحط قبل اسم الشخص كاما ده معناها يا يوسف. How do you feel يوسف كيف تشعر يا يوسف انت حاسس بيه يا يوسف؟ قال لها it's hot الجو حار. I feel thirsty I feel thirsty يعني أنا أشعر بالعطش. يبقى السؤال how do you feel بنجاوب عليه ب I feel ونحط الصفة اللي عندي في الصورة. I feel thirsty يعني أنا أشعر بالعطش. طب فالبنوتة اللي تحت دي ردت قالت me too me too دي معناها أو أنا أيضا. I feel hungry me too وأنا أيضا. I feel hungry يعني أنا أشعر بالجوع. I feel hungry I feel hungry أنا أشعر بالجوع. آخر جملة في الكونفرسيشن let's بادئة بlet's. كنا أخدنا قبل كده يا أبطال let's معناها هيا بنا. وأول ما نشوف let's لازم وراه verb infinitive يعني الفعل في المصدر بدون أي إضافات اللي هو go. Let's go to the kitchen let's go هيا نذهب. Let's go to the kitchen هيا نذهب للمطبخ. To have something to eat. بكل بساطة يا بطل هتعرف ان الجرامر النهاردة بيتكلم عن سؤال والإجابة بتاعته. السؤال how do you feel how كيف do ده helping verb أو فعل مساعد you ده البرونون الضمير feel ده الفعل الأساسي للسؤال اللي هو يشعر. how do you feel كيف تشعر how do you feel. طب عشان انا اجاوب هقول I feel واحط الادجكتيف الصفة اللي بعدها على طول. I feel انا اشعر ونحط الصفة اللي انا شايفها في الصورة. how do you feel how do you feel how do you feel يعني كيف تشعر. I feel انا اشعر بايه. تعالوا نشوف الايه الكونفرسيشن المحادثة اللي تحت. how do you feel كيف تشعري. البنت ردت I feel tired أنا أشعر بالتعب. طب الاتنين التانيين اللي تحت how do you feel كيف تشعر. I feel hungry أنا أشعر بالجوع. طب آخر ناس بتقول إيه how do you feel كيف تشعر. I feel angry أنا أشعر بالغضب. I can't find my pen أنا مش لاقي قلمي. I can't find my pen يعني أنا مش لاقي قلمي. يبقى السؤال how do you feel كيف تشعر تقول I feel وتحط بعد كده الادجكتيف أو الصفة اللي في الصورة.